قعدنا دلوقتي مع حلقة جديدة من أنا والجن الجزء العاشر. لو ما سمعتوش الحلقات اللي فاتت هي موجودة على اليوتيوب. واللي أول مرة يشوفني وما يعرفش أنا مين، أنا نور عاطف، والبرنامج ده اسمه كلام خرافات. البرنامج مختص بالخوارق الطبيعية، يعني برنامج رعب وليس مخصص للأطفال. الحلقة دي بس عايزة أقول إن هي بتبقى عبارة عن مواقف أو تجارب حصلت للناس مع الجن، واللي عنده تجربة وحابب يشارك فيها وبقولها في الحلقات الجاية ابعتها لي على رسائل صفحة الفيسبوك. يلا نبدأ الحلقة. كلنا مش بننكر وجود الجن، لكن ممكن نختلف في وجهة النظر ليهم. الجن عندهم قبائل وشعوب، عالم شبه العالم بتاعنا، لكن مختلفين عننا. عندهم كمان قوانين وقواعد في حياتهم أو في العالم بتاعهم، موجودين في كل مكان. مش بعيد يكونوا معايا دلوقتي وأنا بتكلم عنهم. أشهر أنواع الجن اللي بيستخدموه السحرة في السحر أبو نوخ، وده ملك من ملوك الجن السبعة، ويقال عليه من أقوى ملوك الجن، معروف بقوته وشراسته في الحروب بين الجن، ويقال عليه كمان إن هو أقوى من العفريت والمارد. الأسد الغضوب، ويلقب بأبو العهود، أو يستخدموه السحرة في عمل الكره والربط والخلافات الزوجية، وده من الجن اليهودي. دنهيش وصاروخ، الاتنين دول من أولاد إبليس. صاروخ ابن إبليس الكبير، أما دنهيش هو أقوى أولاد إبليس والحاكم عليهم. الملك برقان، وده من الجن المسلم. الملك طراش هو ملك العمار، يعني من الجن اللي بيكون في البيوت، يعني هو حاكم للجن اللي بيكونوا في البيوت. كمان هو الملك الموكل بكنوز الأرض ودفنها، واستخدموا السحرة في فك الرصد عن الكنوز بتاعة الأرض. ودي بعض الأسماء اللي ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده في أفلام رعب أو مسلسلات أو أي حاجة بتتعرض، لأنها أسماء بتبقى أسماء حقيقية. معنا دلوقتي مع حلقة أنا والجن الجزء العاشر. لو ما سمعتوش الحلقات اللي فاتت ياريت ترجعوا وتسمعوها، الحلقات موجودة على اليوتيوب. ويلا بينا نبدأ الحلقة. أول تجربة معانا بتقول: أنا زينب المقطم، زمان كنا عايشين في بيت قدام المقابر في البلد. كانت لما بتيجي الساعة 9 بالظبط محدش كان فينا بيخرج الشارع. الجو كان بيبقى غريب، حتى البلكونة بابايا ومامتي ما كانوش بيرضوا يطلعونا فيها. الدنيا كانت تمام لحد ما في يوم كنت نايمة وأنا أصلا بنام لوحدي في الأوضة. سمعت صوت حد بينادي عليا، بس الصوت كان جاي من الشارع. قمت أبص مين اللي بينادي عليا في الوقت ده. مشيت في الصالة، البيت كلهم كانوا نايمين. فتحت باب البلكونة بالراحة عشان محدش من أهلي يصحى، عشان أشوف مين اللي بينادي عليا. الصوت كان مستمر، يعني موقفش. مثلا اللي أنا شفت مجموعة من الناس لابسين لبس غريب جدا، أو مش على الموضة بتاعت الأيام دي. لبسهم كان قديم جدا جدا جدا، واقفين قدام باب المقابر، وحد منهم كان بيشاور لي عشان أنزل الشارع، وفضل ينادي عليا. أنا من رعب أغمى عليا في البلكونة. الغريب بقى لما صحيت لقيت نفسي في السرير ومحدش من أهلي جاب سيرة. افتكرت نفسي إن أنا بحلم. بس عدى أسبوع وفضلت أسمع الأصوات، والأصوات عمالة تكتر يوم عن يوم. من كترها بقيت أحط إيدي على وداني عشان الأصوات كانت مزعجة بشكل ما يصدق. في مرة أنا كنت واقفة في البلكونة وكنت شايفة واحدة واقفة بتبص عليا وبتضحك لي. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي. هي كل ما تضحك أنا ما بقدرش أتحكم في نفسي أكتر. أحس إني روحي مش هي اللي جوايا. لقيتني لا إرادي بقف على سور البلكونة ولسه هنط. بابا لحقني على آخر لحظة وقال لي: أنت مجنونة، عايزة ترمي نفسك في البلكونة؟ وأنا مش عارفة أقول له إيه. لقيته بيقول لي، ودي مش أول مرة. استغربت جدا. قال لي: أنا بالليل كنت رايحة أشرب مية من الثلاجة، ببص على البلكونة لقيتها مفتوحة، وأنت واقفة على السور بتاعها وبتبصي ناحية المقابر، ولقيتك مرة واحدة بتقولي: النهارده هيتم المطلوب. رحتي واقفة على السور ولسه هتنطي، أنا جريت مسكتك، وأنت قعدتي تصوتي وتتكلمي بطريقة غريبة وتقولي: أنا أخدت عهد مش هيسكتوا غير لما أموت. وصوتي وأغمى عليكي. أنا واقفة مذهولة من اللي أنا بسمعه، عشان أنا مش فاكرة أي حاجة من الحكاية دي. حكيت الموضوع كله لبابا من أوله لآخره، وقال لي: أنت ليه ما قلتيش كده من الأول؟ جاب شيخ. الشيخ ده كان مشهور جدا في البلد بتاعتنا، كان علامة زي ما بيقولوا. جه وقرا قرآن وعمل لي حجاب، وقال لبابا ان احنا لازم نسيب البيت والبلد نهائي. وفعلا من ساعتها ممنوع نروح هناك. حتى لما بابا بيجي يروح مش بيرضى ياخدنا معاه.
نروح لحد تاني. كنت في فترة من فترات حياتي بعاني من الجاسوم فترة طويلة جدا. كنت كل يوم أصحى مش قادر أنادي على حد يلحقني. كنت بشوف خيالات في الأوضة بتاعتي. مرة كنت راجع من بره ودخلت البيت ودخلت على الأوضة على طول، لقيت ظل أسود خارج من الأوضة بتاعتي بيجري لبره في الصالة. أنا وقفت مكاني وفضلت أقرأ قرآن كتير لحد ما قررت أروح للشيخ يشوف فيه إيه وإيه اللي بيحصل عندي في الأوضة، خصوصا إن أنا عايش لوحدي. قال لي أنت مشكلتك عندك جنية عشقة. طب هو أنا المفروض أعمل إيه في حاجة زي دي؟ قال لي لا انت مش هتعمل حاجة، انا هعرف امشيها من عندك، بس المطلوب منك بقى ان انت تنتظم على صلاتك، وكمان قعدتك اللي في الحمام بالساعات دي تتلغي، كلامك لنفسك قدام المراية ووقفتك قدام المراية بدون ملابس تتلغي. كل اللي بيحصل لك ده بسببك انت، وانت الوحيد اللي هتقدر تساعد نفسك قبل مني. فعلا اخدت كام جلسة عنده وهي مشيت، والله بدون مبالغة انا ما بقتش اشوف اي حاجة. لحد دلوقتي منتظم في صلاتي والقرآن، حتى الجاسوم مش موجود زي الأول. من خلال تجربتي أحب أقول للناس اللي بتمر بنفس الحاجة، ويمكن في حاجات تكون زيادة، قربوا من ربنا أكتر، وإن في شيوخ بتاعت ربنا بجد. بلاش تروحوا عند الدجالين عشان دول بيعقدوا الموضوع أكتر ما هو متعقد. ودي اختصار حكايتي. نروح لحد تاني. أنا حصل لي حاجات كتير غريبة، بس دي أغربهم. أنا من المعادي، عندي 35 سنة. في يوم كنت لوحدي بالشقة وباب الشقة خبط. فتحت الباب لقيت أمي. قلت لها مش أنت معاكي مفتاح الشقة؟ خبطت ليه؟ ردت عليا وقالت لي أنا نسيت المفتاح، ودخلت الحمام وقفلت الباب. المفاجأة بقى لقيت باب الشقة بيتفتح وأمي دخل الشقة وبتقول لي بكلمك على التليفون مش بتردي ليها عليا عشان تنزل تشيل الحاجات من العربية. أنا مخي عمل إيرور، أمال مين اللي دخلت الحمام من شوية؟ سبت أمي وهي بتتكلم ورحت للحمام بحذر. لقيت باب الحمام مفتوح ومفيش حد جوه، ودي كانت أغرب حاجة حصلت لي. نروح لحد تاني. أنا كنت كل يوم بقوم من النوم على حد بيشد رجلي وأصحى بس ما بشوفش حاجة. لما سألت حد من إخواتي ممكن يكون حد منهم عامل فيا مقلب، مش كل يوم وفي نفس الوقت. لحد ما في يوم قررت إن أنا أفضل صاحي عشان أشوف في إيه بقى. حسيت إن في حد واقف على طرف السرير. قمت بسرعة أبص عليه، لقيت راجل طويل، وأول ما شافني دخل في الحيطة اللي جنبي. أنا اتشقلبت من على السرير من المنظر. لما حكيت لأمي تاني يوم شغلت الرؤية لمدة 30 يوم، شهر كامل، كل يوم تشغل الرؤية في البيت كله. الموضوع خف كتير عن الأول الصراحة، أوقات بيحصل وأوقات تانية لأ. ودي كانت آخر تجربة في حلقة النهاردة. كتير بيحصل لنا حاجات مخيفة، ممكن تكون بسبب الجن وممكن تكون بسبب خوفنا من الحاجة دي، وليك أن تصدق أو لأ. بس إحنا مش عايشين لوحدنا، السحر موجود والجن موجود والحسد كمان موجود. ربنا يحفظنا جميعا. قبل ما أقفل بس عايزة أقول الحلقة دي بتبقى عبارة عن مواقف حصلت للناس من الجن، وحابين تشاركوا بتجاربكم ابعتولي على رسائل صفحة الفيسبوك. وإلى اللقاء.